يا سي تبون للأسف الشديد غلطوك. نعم غلطوك وكذبوا عليك يا سي تبون، لأنه خط السكك الحديدية ما بين بشار وتندوف للأسف الشديد أقولها بكل حسرة وأسى لم يستكمل ونتحاسب عليها اليوم القيامة. الآن نهضر معاكم وممكن بعد ما نكمل معاكم ربي ياخذ امانته، ممكن الان وانا نتكلم معاكم سكته قلبيه ويتوقف القلب نتاعي ونموت، لكن نتحاسب امام ربي. اقسم بالله العظيم معلومات رسميه من عين المكان، من تندوف من الورشه، انه يا تبون خدعوك. القطار لم ينطلق من تندوف الى بشار، لانه طريق السكك الحديديه مغشوش. ما هو سبب الغش؟ وأنا أقول هذا الكلام نتمنى يوصل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والسلطات المعنية ويفتحوا تحقيق. معلومات رسمية من خبراء في الميدان قالوا لي يا بن سديرة اخدم وزرب ركب. قال لي كي ركبناهم وانطلق القطار اطردقوا. القطار فارغة مش معمر، مازال ما تعمرش حديد، ماهوش معمر بالثقل الحديد، لانه كي يتعمر بالرمل تاع الحديد والحجر تاع الحديد يولي ثقيل سي نورمال. قال لك القطار فقط فارغ باش يديروا تجربه يسيوا القطار يمشي. قال لك القطار اول ما مشى في جزء من الاجزاء طردقوا هذوك البيليات تاع السيما، قال لك تكسروا طردقوا لانهم ما طابوش مليح، ماهمش طايبين مليح، مخدومين على الخواء. اول ما ركب عليهم القطار الثقل قال لك الشقوا وطردقوا، كي نقولوا الشقوا وطردقوا الحديد تفتح، الرايه تفتح، عوض لا تكون ماشيه هكذا كي يطردقوا توسع، اذا القطار ما يمشيش. قال لي قطار متوقف، السياسيين ضغطوا عليهم وقال لهم الرئيس راهو جاي، اذا البروغرام تبدل. قال الرئيس يستقبل القطار في بشار، قطار يستقبلوا بشار، منين جاي الله اعلم. انا نقول له يا سي تبون راهم كذبوا عليك، ما جاش من تندوف. واتحداهم الان، ندخلوا في تحدي، اتحداهم يركبوا فريق من الصحفيين والمراسلين الاجانب من تندوف الى وهران، وكاين صحفيين اللي مستعدين انهم يركبوا في القطار من تندوف الى وهران، ما كانش. واتحدى اي مواطن يقول لك انا ركبت في القطار من تندوف لوهران، اتحدى. ما يجيبوناش هذوك الدحدوحيين اللي يخرج يقول لك ركبنا في القطار والله لا، يجيبوا لنا ناس